وليك يا أهل الدلعة، وليك يا أهل الدلعة، وليك إجا أبو فارس، وليك عالصبر يا خيو. ياها قول يا نزار، إيدك 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 إيدك. اسمع جديد جديد وبعد العيد وفارس أعلن تجديد. سلامات يا قوم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ والله يا شباب اليوم هيك لقيت حالي فايق من النوم، لقيت 3 فيديوهات على الواتساب. شو هاد؟ قال والله يا ابو الفوارس بدك اليوم تقعد تعلق لنا على هدول الفيديوهات، بدنا فيديو نزلنا اياه. وانا شفت الفيديوهات، يعني فيديوهات زائد 18، يعني صعب انه الواحد يعني يحطهم ويقعد يعلق عليهم كتير، بدنا نعلق عليهم شوي. تمام؟ فيهم انحلال اخلاقي كتير. تمام؟ فيعني اللي بده يطلع ويقول لي انت عم تنشرهم، انت عم تشهرهم، احضر الفيديو للاخير ولا تحرق الفيديو، لا تحرق على حالك شيء. المسابقة عبارة عن القرن الذهبي، القرن الفضي، القرن البرونزي. هذا رح يربحوا معنا أكثر واحد مقورن على مواقع التواصل الاجتماعي. أول متسابق معنا هو عبود الكيبل. فازلين، افخم هديه لاختي فازلين. جبت فازلين لاختي. اختي خذي الهديه. افخم هديه لاختي فازلين. افخم هديه لاختي فازلين. افخم. اختي فازلين ليش فازلين؟ فازلين اوكي. جايب لاخته فازلين ومكيف مبسوط هو. الفازلين، فازلين مفيد للصحه. حطي فازلين على وجهك كله. ايوه لا مشان شفايفها. ايه شفايفها. هزي الحين، هزي. لا مو كذا، لو هزي. شلون؟ اهلكم وينهم؟ تعرفوا المعزاية لما بتاكل داسة على راسها شو بتعمل؟ هو عمل هيك نفسها. المتسابق اللي بعده هو ويملر واخته ديانا. طبعا هذا المقطع صار له زمان نازل على اليوتيوب، خلونا نتابع الفيديو ونحكي عنه. مرحبا اصدقائي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على قناتي على اليوتيوب. لاحظتوا على هي وبعدين عرفتوا شلون؟ يعني ممكن انه تو بعد الجائزة، هي مشان انه بدل الفازلين. طيب كملوا، نكمل الفيديو بلا ما نحرق. اوكي، اليوم رح نعمل تحدي مع ديانا. هي ديانا اختي. ما حد بيعرفني. اوكي، والتحدي هو خلع الملابس. لا، تبديل الملابس. لما انا فكرت خلع الملابس قلبي طار من مكانه. معقول ديانا تعمل خلع ملابس هيك قدام الكاميرا؟ هيك قلت انا بحالي. انه انا رح البس ملابس ديانا وديانا تلبس ملابسي. ليش؟ خلي الامور هاديه وامورك طيبه يا حبيبي، وبدل ملابسك قدام الكاميرا مشان على السريع نخلص منك. الهي يا رب، إلهي يا رب نخلص منك. قادر يا كريم، قادر يا كريم. اسمع مني يا رب. هيدي بتفتح ترى. شو بدك تخلعي؟ نحن وين بدنا نروح بحالنا؟ بس بدي اعرف وين بدنا نروح بحالنا. اذا انت خلعتي شو بدنا نصير نحن؟ شو بدنا نعمل بحالنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. كمل حبيبي، كمل مشان الله، كمل. جاهزة؟ جاهزة. يلا. والله ما منظر، يعني لابس لي هالفيزون وفي شغلات من تحت هيك عم تعمل. يعني اختك ماشي الحالة لابسة ثياب وظابطين عليها، بس انت افتح عينك على هالمنظر. يعني المقورن الثالث طبعا يعني مو اخف من هدول، بس المقورن الثالث الحق على اللي بزره واللي بزرته كمان. اللي بزرته على الاخر مشلطة، يعني ما في منها بالتشليط. كريم يمقلب اخته وامه.
Oh my God! What did you do? Nice hair, mama. Oh my God! You crazy? Are you insane? Like you crazy? ملاحظين الأم كتير مكيفة على اللغة الإنجليزية حتى بالبيت، يعني بالبيت نسيان اللغة العربية. الشغلة الوحيدة اللي متذكرتها يلعن أبوك. Get out of my face right now. There's nothing in there. Don't worry. What'd you say? There's nothing in there. Oh my God! Are you serious? Not again! Why? Why? والله عرفت تربي بصراحة. يعني أنا بشوف إنك مربية صالحة، مربي الشاب على ما بعرف شو، ومربي البنات كمان على ما بعرف شو. لو عندي هيك ولد أنا شو كنت ممكن أسوي؟ الحمد لله، الحمد لله ما عندي هيك ولد. الحمد لله. لو عندي هيك ولد كنت تبريت من الدنيا أنا. والله كنت طلعت على جبل وبشعل نار وبحرق حالي. خلصت القصة. يا ربي ليش هيك نزلت فيديو؟ عم لوم حالي أنا، بس الحكمة من بالنهاية تابعوا الفيديو للأخير لتعرفوا شو هي الحكمة. وليك إجا أبو فارس وليك عالصبر يا خيو. طبعا اللي بيربح معانا الجائزة الكبرى عبود الكيل. عبود الكيل بيربح معانا الجائزة الكبرى وهي القرن الذهبي. طبعا الفائز الثاني معانا بهي المسابقة احذروا مين؟ ويملر، هو اخت ديانا. الجائزة الوسطى وهي القرن الفضي. طبعا الاخير معانا حيكون كريم حيربح معنا القرن البرونزي. وهيك رح ننهي حلقتنا بالحكمة بهذا الفيديو. يا شباب كانت الحكمة من هذا الفيديو. أنا ما بحب أجي فوتو صغار على هذا الفيديو لأنه كتير أنا فظعت هاي المرة. بس بحب أقول للأهالي، للأب وللأم، لا تقلدوا أوروبا بالتربية. التربية الأوروبية تعمل عاهات الغيرة على عرضهم. أنا بلوم الأبهات بهذا المقطع، بلوم الأب والأم، وبلوم التربية بحد ذاتها. يعني التربية مو مناسبة إن هي تكون عدم مؤاخذة مؤثرة بهذا المجتمع، ولا تكون ناجحة بهذا المجتمع. ما في نجاح من التيك توك، ما رح يؤدي هذا النجاح لشيء. رح يؤدي بعدين لأنه الواحد يا إما يخجل إذا هو صحي على دمه، يا إما يخجل من حاله إنه قدم هيك محتوى. هذا الشيء ما رح يبين هلا، هذا الشيء رح يبين بس تكبروا بالعمر وتلاقوا حالكم بشيء مأوى عجزي. ربوا أولادكم. كان معكم أبو الفوارس من قناة أبو الفوارس، وتصبحوا